بيبدأ فيلمنا مع 3 مساجين. دول بيكونوا اتقبض عليهم من غير حتى ما يعرفوا سبب القبض عليهم، ويتعرضوا لضرب وتعذيب شديد، وده بيكون في الحكم الديكتاتوري في بلادهم، وما اتحكمش عليهم بإعدام ولا قضاء فترة من العقوبة زي أي نظام حكم. لا، ده اتفرض عليهم إن كل واحد يتحبس لوحده طول عمره في زنزانة صغيرة ما فيهاش أي حاجة، ولا أكل ولا شرب ولا حمام، ومن غير ما يشوفوا ضوء الشمس حتى. وبعد فترة صغيرة بنشوفهم هما بيترحلوا من السجن ده بضرب وإهانة من الضباط والعساكر، وبيركبوهم عربية وبيكونوا مغطين وشهم ومش بيكونوا عارفين هما رايحين فين. وبنعرف إنهم هيترحلوا على سجن تاني، وبنفهم من ده اللي ترحيلهم من السجن للتاني لصعوبة هروبهم من السجن. وبيوصلوا للسجن وبيدخلوا للزنزانة اللي المفروض هيقعدوا فيها، وبعد شوية بيدخلوا عليهم الضباط وبيبدأوا الضرب فيهم، وبيكبوا عليهم بنزين وهم مغطين وشهم علشان يحسوا بالضعف وكأنهم بيغرقوا ومش عارفين ينقذوا نفسهم. وتاني يوم لما فاقوا وفكوا القماش اللي كانت على وشهم، اكتشفوا إن الأوضة اللي هم فيها شباك صغير بيدخل لهم ضوء الشمس، وتبعت لهم ورقة فيها شوية قواعد يلتزموا بيها طول ما هم في السجن ده. منها إن محدش فيهم يتكلم مع التاني، ولا يتكلموا مع العساكر ولا الضباط، ولا حتى الناس اللي بينقلوهم من الأوض. بس هم كانوا في الوقت ده فرحانين بالشباك اللي بيدخل لهم الهواء الطبيعي وضوء الشمس. بس الضابط لما عرف انهم مبسوطين قرر يقفله لهم ويسيب لهم فتحة صغيرة يا دوب تدخل لهم بس هوا التنفس، لأن هدفهم انهم ما يخلوهمش يحسوا بالحرية ولا بانهم عايشين. وبعد فترة بينقلوهم لسجن تاني علشان لو كانوا عملوا خطة في الفترة دي ما يلحقوش ينفذوها. ولما بيروحوا السجن الجديد بيتحبسوا في أوضة فيها سرير واحد، وللأسف بيكونوا مربوطين فيها ومش حاسين بجزء صغير حتى من حريتهم. وبالنسبة للأكل اللي بيدخل لهم فده يدوب بيكون أقل القليل علشان يخليهم يعيشوا، لأن الهدف مش إنهم يموتوا، الهدف إنهم يستعبدوهم ويهينوهم. وبنشوف ضابط وهو عندهم في الأوضة وبيضايقهم بيقول لهم إن هم هيفضلوا كده طول عمرهم، وإنهم مش مساجين، هم أسرى. وبعدها بنشوف أهاليهم وهم بيزوروهم، وده بيحصل كل فين وفين، يعني كل كام سنة مرة، ومش بيكون الوقت كمان طويل. وبنشوف ماريسيو وهو طالع يقابل مامته وبنته الصغيرة، بس للأسف مش بيلحقوا يقعدوا مع بعض لأن الوقت بيكون صغير جدا. وكمان الزيارة دي كانت بعد 2 سنين ونص ما شافوش بعض. وبيحاول ماريسيو إنه يقاوم الضباط والعساكر لكنه مش بيقدر، وبيضربوه وبيدخلوه له الأوضة. وبعد كده بيترحلوا لسجن جديد، والسجن ده بيكون مختلف شوية لأن الأوضة بتاعته عاملة كأنها بير غويط، وعلشان يدخلوا لهم الاكل بيرموه لهم من شباك صغير في الاوضه من فوق. وبيجي عليهم يوم الكريسماس وهم في السجن ده، وبينزلوا لهم باقي اكل الضباط، وبيشوفوا العاب ناريه بتتضرب في السماء، وبيفتكروا كانوا بيقضوا اليوم ده ازاي مع اسرتهم، وبيحسوا بامل انهم ممكن يخرجوا في يوم. وفي يوم كان واحد من المساجين ده بيجرب يخبط على الحيطه، وحصلت المفاجاه بالنسبه ليه لان لقى رد من المسجون اللي جنبه. وبدأوا من هنا يتواصلوا مع بعض عن طريق الخبطات، وبتكون عدد الخبطات على حسب عدد الحروف الكلمة اللي عايزين يقولوها لبعض. وبيجي يوم بيكون مسجون منهم عايز يروح الحمام عادي، بس لما بيروح بيربطوه بالكلبشات، فبيقول لهم ان مش هيعرف يدخل الحمام بالطريقه دي. بيروح المأمور السجن علشان يستأذنوا منه، وبيوافق وبيفكوا له كلبشات. بيكون واقف معاه ضباط كتير جدا في الحمام، بس بيقدر من غير ما حد ياخد باله انه ياخد ورقه جورنان من اللي مرميين في الزباله ويحطها في جيبه علشان يقرا منها وهو قاعد، ويخلي باقي المساجين اللي معاه يقرأوا معاه عن طريق الخبطات اللي هيعرفهم بيها اللي مكتوب. وفي واحد منهم اتخيل ان مامته جايه تزوره، وفعلا في الوقت ده بتكون مامته بتتحايل على الضابط علشان تدخل تشوفه، بس هو طبعا بيرفض. وبعدها بياخدوهم ويركبوهم عربيه علشان ينقلوهم لسجن تاني، وبيوصلوا للسجن الجديد وبيكون في اوضه كبيره، بس للاسف مش بيقدروا يتحركوا فيها براحتهم لان الضباط محددين لهم مكان معين يكونوا فيه عن طريق انهم راسمين لهم حدود، وبكده بيكونوا مش هيعرفوا يتواصلوا مع بعض عن طريق الخطات تاني. والأوضة بتكون مفتوحة من فوق، وبيكونوا شايفين الضباط والعساكر وهم كمان شايفينهم. وفي يوم بيسمع ماريسيو ضابط وهو بيتكلم مع ضابط تاني، وبيقول له اللي بنته زعلانة منه، فبيعرض ماريسيو عليه انه يكتب له جواب فيه كلام حلو هيخليها تصالحه. ووافق الضابط، وماريسيو كتب له الجواب جميل جدا. وبيكون ماريسيو في يوم نايم وبيدخل عليه العساكر وبياخدوه، فبيفكر انه هيتعاقب على كتابته للجواب ده. ولما بيروح بيتفاجئ ان الرقيب بيقول له ان هو عاوز جواب زي اللي كتبه بس يكون رومانسي، وبيوافق ماريسيو وبيدوله الرقيب اكل وسجاير كمان. وبعدها بيروح على اوضته علشان يكتب الجواب، والرقيب بيعلله صوت الماتش علشان يكون مبسوط وهو بيكتب الجواب، وبيخلصه وبيديه للرقيب، وبيكون حلو جدا لان ماريسيو كاتب مشاعر حقيقيه لان كان نفسه يشوف مراته وبنته جدا. وبيفرح الرقيب جدا بالجواب ده. وفي يوم بيتنقلوا من السجن اللي هم فيه تاني، وبيكون ماريسيو عايز يدخل الحمام،
فبيخلوه يروح وبيشيلوا له القماش من على عينه، ولأول مرة من زمان بيشوف الشمس والخضار، وبيكون مبسوط جدا بالطبيعة الجميلة دي اللي اتحرم منها. ولما بيروحوا السجن الجديد بتكون الأوضة اللي هم فيها صغيرة جدا لدرجة إنهم مش بيقدروا يقفوا فيها، وبتكون ضلمة ومش نظيفة. بعد فترة بيتنقلوا لسجن جديد تاني، والأوضة بتكون كبيرة المرة دي، ومن حظهم إن قدروا يتواصلوا مع بعض تاني عن طريق الخبطات، والحيطة اللي بينهم بتكون خفيفة فبتعمل كذا صوت، ولما بيخبطوا بيقدروا يتواصلوا مع بعض بسهولة، وده بيخليهم مبسوطين وعندهم أمل. والسجن ده كمان بيسمح لأهلهم بالزيارة، وبنشوف سجين منهم هو قاعد مع بنته وبيكون فرحان جدا وبيلعب معاها، وبنلاقي اللي دخلوا لهم سراير وكراسي وأكل وشرب وكتب، وده بيكون بمساعدة جمعية اسمها الصليب الأحمر. والحاجات دي بيكون عمرهم ما شافوها من وقت ما اتقبض عليهم، بس للأسف فرحتهم مش بتكمل لأن الجمعية قررت تاخد الحاجات دي تاني. سبب مش معروف، وما بيفضلش ليهم غير السرير ده. وبنشوف مسجون منهم هو قاعد مع مامته، ولما بتشوفه بالحالة دي بتفضل تقويه على اللي هو فيه علشان ما يفقدش الأمل إنه يطلع في يوم من السجن ده. يفضلوا في اللي هم فيه ده وبيتنقلوا من سجن لسجن، مرة يكون حلو ومبسوطين فيه، ومرة تانية يكون وحش ويتعذبوا فيه، ويفقدوا الأمل وبيكونوا عايشين وبيقضوا عمرهم وخلاص. وبيتنقلوا لسجن المأمور بتاعه بيكون طيب، وبالصدفة ماريسيو يعرف إن الجواب اللي كاتبه للرقيب كان مؤثر جدا لدرجة إنه اتجوز البنت اللي بيحبها، وتكافئ ماريسيو هو وباقي المساجين بسبب الجواب ده. ومكافأة كانت انهم يطلعوا في الشمس ويقعدوا مع بعض ويتكلموا كمان لو حبوا، بس هم حبوا انهم يقعدوا في الشمس ويستمتعوا بيها من غير ما يتكلموا مع بعض. وبعدها بفترة بيتنقلوا من السجن ده لسجن جديد، وبيكون سجن عادي خالص في أوضة فيها حمام ونور ومراية، وقدروا منها انهم يشوفوا نفسهم اللي بقالهم كتير جدا ما شوفوهاش، وبيعدي عليهم اكتر من 12 سنة من العقوبة على حاجة هم اصلا مش عارفينها. واخيرا بيطلعوا من العذاب اللي كانوا فيه ده، وبيخرج كل واحد فيهم ومش مصدق انهم رجعوا يستمتعوا بالطبيعة تاني ويبقوا مع اهلهم والناس اللي بتحبهم. وبيكون في ناس كتير مستنيينهم بعد ما خرجوا، وبيفضلوا بيسقفوا لهم ويكونوا فخورين بيهم جدا على الوقت اللي عدوا بيه ده، وانهم لسه عايشين وقدروا ينتصروا بقوتهم على النظام الديكتاتوري. وهنا بيخلص فيلمنا.